وسعدتم مساء نسلط الضوء في هذا البحث عن كردستان الشمالية عبر حلقات، ويهمني أن تجدوا فيما أقدمه شيئا من الفائدة والمتعة، كما سأسعد بملاحظاتكم واستفساراتكم بما يتعلق بمضمون البحث الذي هو جزء من كتابي الحب وجود والوجود معرفة. نجد الحرب هو بمثابة استرداد الهوية من يد باطشة تسعى لطمس تلك الهوية. إن اتخاذ المواجهة كخيار حتمي هو ما تفرضه حالة الاستشراس القوموي الذي فرضته الزمر الحاكمة من محاولة إلغاء خصائص الأمم والهجوم على إرثها المعرفي وتشبثها بأرضها. إذن فحماية الوجود هو استجابة لنداء الطبيعة المتوازنة فينا والتصدي لحالة الاستئذاب السلطوي يفرض على المعرفيين مهمة حفظ مكتسباتهم من الزوال والاندثار. فمهمة تلك الشعوب الحية أن تحافظ على إرث الإنسان العاقل عبر ثقافة المواجهة والتصدي لخطر الذوبان في بوتقة النظم الشمولية التي تعمل على الدوام في صناعة الحروب الأهلية وخلق الفوضى والأزمات بين الشعوب وزجها في صدامات عبثية تفضي لمزيد من حالات التفكك الاجتماعي والأسري، حيث التشبث بالجذور للحيلولة من الانصهار في رحم الثقافة المهيمنة يمثل في حقيقته شكلا من أشكال الحفاظ على المنجزات المعرفية والتي تمثل في طبيعتها ثورة معرفية. نهضة تحاول الارتقاء بالمضامين الجوهرية للإنسان والمتعلقة بحب الأرض واللغة من حيث التحدث بها والتغني بالرقعة التي تتعايش فيها التجمعات البشرية على اختلافها وتباين فئاتها، دون محاولة لإحالتها إلى لا شيء عبر زجها في نزاعات لا طائل منها، سوى استنزاف البنية الروحية والمادية لها والقضاء على أواصر الانتماء فيما بينها والأرض والحق والواجب. لهذا نجد أن مجتمع الجبل في شمال كردستان وضع نصب عينيه البروز بالحياة الطبيعية مقابل هذا المد الطوراني الوحشي في محاولة حثيثة منه لقطع الصلات الكردستاني بأرضه عبر تتريكه والقضاء على ما يمت بجذوره الحية الضاربة في عمق التاريخ. إن محاولات العودة للمجتمع الطبيعي هو ما دأب المقاتلون لإحيائه كبديل عن نمط الحياة المتآكلة في المدن الكبرى، وما التهيؤ للقتال إلا بمثابة إعلان حرب مفتوحة على ما من شأنه تقويض علاقة الإنسان بوجوده أي وطنه وقيمه المختزلة في طبيعة شعب يحافظ على خصائصه التي يتميز بها عن سواه، رغم أنه حرم من بناء كيانه القومي المعروف بكردستان، إلا أنه يصر على التشبث بمزاياه رغم محاولات الصهر هنا وهناك. إن التشبث بالجذور هو نتيجة عن فهم علاقة الإنسان بالوجود الوطن، وسعي الفرد في الذهاب باتجاه الجبال هو سبيل التمسك بعهد الحب المنتهك. والذي سيقوم بتدشينه في الجبال، حيث الرغبة في صنع الحرية في عالم يتوحد فيه مع الطبيعة الأم ليغدو جزء منها، ومقابل ذلك الكم من التوحد بالهدف والغاية من حمل السلاح، تبرز لعنات العدو في صب جام غضبها على القرويين من قصف منازلهم بوحشية وتجريدهم من كل مستلزمات العيش وتحويل قسم منهم إلى عملاء وتابعين لها. وهنا تضطرب الصورة ويتراءى له المشهد المؤلم من مشاهد لأشلاء مبعثرة هنا وهناك، وما خلفه العدوان التركي من دمار وتخريب في قرى كردستانية متآخمة مع الجبال. فببروز القمع على ضراوته تشتد المحن
ويصبح المقاتلون كالأسماك التي يتم إخراجها من المياه كي تغرق بهدوء. فحينما يسود الترهيب والضغط على الشعب، نجد أن خيارات الحياة تصبح أكثر صعوبة، ويسود الخوف مناخات الذات ويجعلها تتشرذم بين أن تثور أو أن تنوء بنفسها. وهكذا تصبح الشخصية الخائفة في مصيدة السلطوي الذي يزداد غرورا وغطرسة بازدياد الخائفين أو اللاهثين لتقديم الولاء الأحادي لها، متناسين هول الجرائم التي تقترفها تلك السلطة. وهكذا يستمر هذا الاحتقان الصامت ليظل عنوان المرحلة، ولا تنتقل مجتمعات الخوف إلا ببطء شديد من طور الضعف والخشية إلى طور كسر الرهبة والمناعة ضد الإرهاب الممارس. إن المجتمعات الخائفة لا يمكن أن تتنصل من الجهل الذي يقود إلى الفقر وعدم التطور، فسطوة الإرهاب الدولي على الجماهير تباعد بين الأخيرة والحاضر السائد، وتضعها في عزلة عن الحياة في العالم المتمدن والتغييرات الهائلة التي ما تلبث أن تغير من طبيعة الحال على نحو سريع. ففي ظل حالات الصراع هذه لا يمكن حدوث أي نقلة طبيعية في حياة المجتمعات، حيث تحكم السلطة القومية العنصرية، حيث تحكم قبضتها الحديدية على مفاصل الحياة، مخلفة بذلك شرخا عظيما فيما بينها والفئات المستهدفة، ليؤدي إلى احتقان يتضاعف مع الزمن. فلا يمكن للأديان إلا أن تكون مسوغات سلطوية وحبوب مهدئة للجماهير المنكوبة، أو حبوب مهيجة لجماهير السلطة، حيث تضيع كل المواعظ أدراج الرياح في ظل الرعب الممنهج والممارس بضراوة وشدة عبر تلك الأقنية الإعلامية ومنذ القديم. فكم أسهمت في الإبادة العرقية والتحوير الإيديولوجي، إلى حد أن الجميع بات يلعب هذه اللعبة أو يدخلها بعفوية ودون قصد للوقوع في مستنقع السلطة الراكد، حيث نجد أن البيئات الأكثر عنفا هي الواقعة ضحية الاتجار بالدين أو تهويم العقول من خلاله، وهي تلك البيئة التي تتعرض للتهميش الخدمي والتعليمي وتعاني من قبضة الأجهزة الاستخباراتية، والتي حولت أفرادها لمخبرين ضد بعضهم البعض، حيث يتشوه كل شيء في ظل تأجج التنازع، ولا تعيش الفلسفة في ظل جماعات مهددة بقوتها وأمنها وحياتها وملاحقة على هويتها، ويبقى الهاجس هو نشدان التغيير والتحول الديمقراطي عبر فرضه من خلال القوة المضادة للجور والعسف والبطش، حيث يتصل الفرد الخائف بقوة ميتافيزيقية، ولعل المفاهيم الدينية هي الأقرب إليه من أي شيء، يحقن ذاته بمناجاة الله. أما الفكر والفلسفة فهي أقرب للفرد الشجاع، فبطبيعة الحال لن يتمكن المحاط بالرهبة والرعب من فهم الفلسفة ومنطق التغيير إلا عبر دحض الخوف وسد ثغراته التي يطل منها، حيث يعتبر الدين لدى الخائف ضرورة، ويعلم السلطوي أن الدين ضرورة للتحكم بالجماهير وجعلها مسخرة لتحقيق غاياتها البعيدة. وإزاء هذا المنطق الذي عبره تم تخدير المجتمع الكردستاني في كردستان الشمالية، تم تأصيل بنية الفكر الفاشي الذي يعتبر كل القوميات غير التركية تركية من خلال فرض اللغة عليها وإلزامها بذلك بمختلف الأشكال القسرية. إن التطرف القومي ألقى بأغلاله الثقيلة على كاهل المكونات غير التركية، وجعلها إما تنقاد للانصهار الكلي أو التصفية بمختلف أشكالها، أو أن تذهب باتجاه الجبال للمقاومة والصمود بوجه هذا الاستشراس الذي قل نظيره.
وهو يصب في خانة تعمير هرم الكراهية بين المجتمعات إلى أمد طويل. هذا الهرم الذي يأخذ بالنظم الاستبدادية الفاشية إلى الاحتضار والفوضى الكبيرة، ويجعلها بمثابة مصدر عام للحروب الأهلية والأزمات الاقتصادية، حيث للسلطة دور كبير في تشويه القيم الأخلاقية بين شعوبها، إذ لا يمكن أن يثمر عن الخوف سوى الشعور بالضياع والاغتراب والغوص في المنفعية والاستغلال والاحتكار أكثر فأكثر، ولا نبصر إلا شبح البؤس الذي يعم العوام ممن يقعون كفرائس سهلة في يد عصبة الفساد والاتجار والانحلال، وهو يشكل علامات تهاوي النظام الدولة القوموي الذي يأكل بعضه بعضا ويتداعى مع مرور الوقت. دمتم بخير.